لك رميتني الحصان ويا ميم انا خيال. نور، رح فرجيك هلا كمان لما نزل علي سيدنا محمد. نور، انا جاي لوصل لكم رساله. انا اختباري بهي الدنيا انا لكون سمعان آية ياسين القرآن الحكيم. هي الآية عني أنا. كله تلاقي عم بيوش، مخي كله عم بيوش. في يمكن بخويش جوا بتفوت دولة جوا بخويش. موت على طفل اجر ادهم وما بكذب، انا بحبه. انا ما بشوف رجال من بعد ادهم. فيديو اليوم عن مين؟ عن انجي خوري الغنية عن التعريف. طبعا انجي خوري طلعت اخر فترة عم تدعي انه الفنان الشامي على علاقة معه وبانه هي حامل منه بولدين، يعني الشامي طلع خيال عن حقه حقيقي. طبعا كلياتنا بنعرف انه انجي خوري عم تكذب ووحدة كذابة وهي عاملة هذا الشيء من قبل. خلينا نشوف الفيديو بعدين نفهم القصة. الفنان الشامي بس هو مهددني، اذا قايل لي اذا بتطلع على السوشيال ميديا بتجيبي اسمي بتحكي بسيرتي انا رح احبسك. هو اللي خلاني اني اتحجب، وهو اللي قال لي انه ما تحكي لحدا، ممنوع حدا يعرف من السوشيال ميديا. انا كنت حامل بتوأم منه. بحذف الفيسبوك وعم بقول لا سمح الله اذا ما فيها خطبتني او صار لي شيء بكون بسبب الفنان الشامي. صباح عم بتقول لي شو سميت التوأم. هو كان بيحبني كثير واللي بعده بيحبني وبعده بده يعني، بس انا ما بدي اياه. ما عم يتركني بحالي، ما عم يتركني بحالي، موتني، قتلني، خنقني. يعني هي ما بدها اياه، يعني دمرها فرتكة، دمر لها نفسيتها. طلعوا كيف عم نطلع يا الله مثل الجدبان. طبعا كلياتنا بنعرف انه هاي البنت على ما اظن مع مرض انفصام بالشخصية، يعني بتشوف اشياء، بتتخيل اشياء نحن ما بنشوفها غير هي. بس ليش؟ لان هي بنزل عليها الوحي. ليش مالكم خبر انه انجي خوري بنزل عليها الوحي وشافت النبي؟ خلينا نشوف الفيديو. أنا الله أكبرني ونزل علي وشفته لله. أنا شفته نعم، وكان معي رفيقي على التليفون وفرجيته المهدي بنور الله. بدي تقولي لي مواصفات سيدنا المهدي اللي انت قابلتيه. نور، رح فرجيك هلا كمان لما نزل علي سيدنا محمد. نور، انا جاي لوصل لكم رساله. انا اختباري بهي الدنيا انا لكون سمعان آية ياسين القرآن الحكيم. هي الآية عني انا اختباري بهي نعم. الدنيا. عنك انت ياسين والقرآن الحكيم عنك. نعم، ورح تعرف عن قريب. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انت لو مانك عامله هاي الشغله من قبل كنا قلنا يا اخي ممكن يمكن. المشكله انه انت عامله هاي الشغله من قبل، قلتي ببوس انا رجليه لأدها من نابلسي بس خليه يتزوجني. وطبعا طلعت في فيديو تاني عم تقول انه اذا ادها من نابلسي تزوجها رح تتوب ورح تتحجب ورح تصير طاهر وقلبي نقي. شوفوا الفيديو. موت على طفل اجر ادهم وما بكذب، انا بحبه. انا ما بشوف رجال من بعد ادهم، وبحاول انسى هذا الشخص بادهم بصراحه، وقبلت فيه لانسى ادهم. بتعرف اذا ادهم نابلسي يتجوزني انا بتحجب وبلبس خمار وبروح بصلي وبتوب وما بدي التليفون حتى، بس يتجوزني يقبرني ما اجمله. ادهم تقبل تتجوزني؟ يعني تركتي أمة الله كلها وبتلحقي ناس فوق، لك واحد بيختار شي على قده. طب انت وحدة، يعني ما بدي احكي شي غلط، يعني انت وحدة معروفة شو انت، يعني عم تروحي بتختاري واحد، عم تختاري شخص تايب. ادهم النابلسي صار له فترة تايب، وانت عم تطلعي بتقولي اذا ادهم النابلسي تجوزني انا بتوب. انت من كل عقلك انه ادهم النابلسي رح يتجوز وحدة مثلك؟ يعني بس لو كان عندك شوية فهم ما كنت عملتي هذا الشي. طبعا الشامي طلع وقال انه انا فيني ارفع عليها قضية، بس انه ما بدي اعمل هذا الشي لان هي مبين عليها منغولية وجدبة. يعني حتى انتو شايفين كيف عم تطلع مثل الجدبان، والله يخلصنا من الجدبان. وبس هذا كان فيديو لليوم، بشوفكم فيديو جديد. سلاس.